السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. كما عودتكم كل عام نجيب لكم نوع من انواع الطمينه، وهذه المره جبتها لكم نوع اخر وثاني تزيين اخر. كل مره نبغي نبدا هكا في التزيين، ماشي كل عام نحط لكم نفس التزيين ونفس العلب، يعني كل مره نجيب لكم حاجه جديده. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم والتزيين تاع اليوم. تقنته ولا طمينه تاع اليوم خدمتها لكم بواحد الطريقه وبواحد المكون اللي ما يخليهاش تجي حلوه بزاف وفي نفس الوقت تجي طريه. دوك نقول لكم كاع الاسرار. وهاد العلب شوفوا البنات، يعني بزاف عمليين هكا تخدموهم للدار ولا يكونوا عندكم ضياف تبغي كل وحده تعطيها العلبه تاعها، تبغي تمدي للاهل والاقارب، خير من الطبسي هكا تعطيها في علبه بها بالغلاقه تاعها احسن. بدون اطاله نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه جبت هنايا السميد متوسط اللي رايح للرطب، حمصوه البنات على نار قليله وتحمصوه في حاجه ثقيله، يا في طاجين تاع الخبز هذاك الثقيل يا في كوكوط تكون ثقيله بزاف. حمصوه حتى تحصلوا على هذا اللون البيج، يعني ما ديروش فونسي كاع مارون فونسي، وثاني ما تخلوهش ابيض. يعني الطمينه كي تكون بيضه ما تجيش شابه كيما اللي تحمصوها غايه، حتى البنات تاعها كي يكون محمص مليح تجي بنينه. انا هنا حمصت كيلو تاع السميد في ضربه وخليته يبرد. ما غاديش ندير كاع على الكيلو، يعني هكا تحمصوه تلقاوه واجد. كتبغي تخدمي ديري به. هنايا جيبوا كاس ناقص اصبع نتاع المارغرين، انا خيرت هاد الشوب شويه كبير. انت الكاس اللي بغيتي تخدمي به خدمي به، يعني تقدري تخدمي كاس صغير على هذا. المهم تبعي غير الطريقه والكيله اللي بغيتي وراح تنجحي فيها ان شاء الله. شفتوا البنات درت كاس ناقص غير واحد سنتيم نتاع المارغرين دايبه وسخونه، زدت لها كاس ناقص اسبوعين نتاع العسل دافي ماشي سخون غير دافي، وكان تسخنوا العسل يبس لكم الطمينه تاعكم. جبت هنا مقدار مغرف كبيره ولا حتى توصلوا حتى لزوج مغارف نتاع الجنجلة الابيض، ويكون البنات محمص، يعني يكون محمص ماشي هكاك خضر. وجيبوا الميكسور تاعكم وخلطوا كل شيء. هنايا علاش نخلطوه بالميكسور؟ باش الطمينه تاعنا ما تطلقناش لي دم الفوق، هذاك لي المارغرين تخلط غايه مع العسل. نزيدو هنايا تقريبا مغرف صغيره تاع القرفه غبره ونخلطوا كل شيء غايه، ونزيدوا الكاس الاول نتاع السميد المحمص. شتو بنفس الكاس اللي عبرت به نكملوا نعبروا به باقي المقادير. زدت الكاس الاول خلطته ونزيدوا الكاس الزوج. هنا البنات للامانه هاد الوصفه فيها غير زوج كيسان، هذا مكان تجيكم شويه جاريه كي تقعد تقبض روحها. بصح انا زدت لها تقريبا واحد الربع هكاك فوق هاد زوج كيسان، زدت ربع. تبغوا تزيدوه كيفي، يعني باش تجيكم كميه كبيره تبغوا تنقصوه. وخلطوا البنات كل شيء غايه، خلطوا مليح تتحصلوا على خليط ما راه سائل بزاف ما تاني ثقيل بزاف. المهم كي تخلوه هكا يريح دوك غادي يزيد يتشرب. هنايا مازال ما كملناش الوصفه، رانا عاد ما وصلناش للمكون اللي قلت لكم عليه واللي هو القهوه كحله براس. ماذا بكم تكون براس ولا طيبتوها زعما في البريق ولا في الغلايه، طيبوها كي شغل ثقيله وبلا سكر، هكا تقلع لكم هذيك الحلاوه اللي بزاف. في التالي نجيبوا 4 كاس ناقص 4 شويه نتاع قهوه سخونه وكبيتها عليه ديريكت. انا درت براس كما شفتوها ثقيله ما جاياش خفيفه، وخلطت في نفس الوقت. يعني كي كبيتها تخلطوا ضربه واحده ومن بعد تغطوها وتخلوها تتشرب. انا رحت غبت عليها واحد 45 دقيقه هكاك وجيت حطيتها معاكم في الطباسه. وصراحه البنات بكل مصداقيه انا اول مره نجرب هذه الطمينه ولا تقنتها تاع القهوه كحله، يعني من قبل ما كنتش دايرتها. ونعطيكم رايي فيها اكيد. انايا خليتها تريح وجيت عمرت هكا الطباسه. شوفوا البنات هاد العلب شحال شابين كما قلت لكم بهم بالغلايق تاعهم. ونفوتوا للتزيين. نجيبوا هنايا لادوي ديروها في طمينه، ولا الطمينه تاعنا ما راهاش طالقه لي دم، تسمى من الاحسن ذوبي شويه زبده، دخلي هذيك لادوي هكا في الزبده وعاود في القرفه غبره وديري هذا الشكل. يعني هذا الشكل ساهل مهل، راني درتها لكم من قبل شحال من مره. وش هي غيرت شويه الديكور وصاي. هكا اليوم عصرت مخي باش نجيب لكم عاود شكل جديد ماشي اللي كنت درته لكم من قبل. هادو هما العلب، وهذا هو التزيين اللي كنت درتها لكم من قبل في قناتي الاولى. شاف لي دي زاد اللي ما يعرفش قناتي الاولى نقول لك انضمي ليها مرحبا بك. وتلقاي عده وصفات نتاع الطمينه ماشي غير واحده ماشي غير زوج. والديكور كيف كيف، يعني كاين عده طرق نتاع التزيين اللي تعجبك وتساعدك ديريها. شوفوا انا بعد في الديكور تاع اليوم بعدا جبت لكم حاجه سهله وماشي شارجي بزاف وتقدروا كاع ديروها. شوفوا هذاك العقاش ولا العقيق ولا هذا اللي يتباع صغير، ماشي هذاك اللي يجي قاصح اللي يتباع كشغل قفريت لداخل تقدروا تاكلوه. شريت من صغير كاع درتها كيما هكا مع جناب. في الوسط ندير اللوز. شوفوا اللوز درت له شويه دهان، يعني خير من اللي ديري العسل يلصق فيه بزاف. شويه هكا دوبي شويه مارغرين باش هذاك الحبيبات نتاع اللوز يجوا هكا يبريو. ودرت حبه تاع لي سوغيس في الوسط، وهذا اللي كان بالدراجي تاع مولد نبوي الشريف راه يتباع البنات. درت له غير هلال ونجمه هكا في الوسط وصاي.
يعني تزيين ساهل ماهل، ما كاش لي ما تقدش ديره، اي وحده مبتدئه تقدر ديره. كما راكم تشوفوا هذا هو النجمه والهلال، كيف ديرهم في المارغرين وعاد في القرفه وتطراسيو بهم. وهذا تاني درته ساهل ماهل هكا غير دوائر. درت فيه تاني في الوسط هذيك الحلوى اللي تجي مدوره لداخل كشغل فيها شوكولا. مهم تزيين، وهاد الحلوى راها تنباع انواع واشكال، كي تروحي عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات تما تعرفي واش تشري. كيما هكا في كل دويره درت حبه، وكاين كيفهم وهما على شكل قلوب، هادوك درتهم في الوسط. تبغي ديرهم في الدائره ديريهم، يعني لكم الاختيار. كيما دائما نقول لكم جود من الموجود، الحاجه اللي عندكم في الدار زينوا بها. ونفوتوا البنات نهضر لكم على الطمينه. شوفوا الطمينه هذه بصراحه جات بنينه، كي نقول لكم بالقهوه يعني كي تاكليها ما تسبنيش بنات القهوه، ولا بالعكس تعطيها مذاق بنين بزاف. بصح القهوه من تاعها ما تجيش كاع طريه، نقول لكم طريه، وثاني ما تجيش مرمله بزاف، تجي وسط، يعني تحسيها كي شغل ماشي طريه بزاف، يعني كيما نقولوا شويه مرمله، كيما هذيك الطمينه تاع بكري. وهنا البنات نعطيكم نصيحه، اللي درتو هذه الوصفه مثلا وشتيها نشفت لك ياك باتت ونشفت لك، كيفاش ديري؟ ديري 2 مغارف عسل مع مغرف صغيره مارغرين، دوبيهم مع بعض، تخليش هذاك العسل يطبخ باش ما تجيكش قاصحه، وتزيدي معاهم 2 مغارف تاع القهوه سخونه، تخلطي كلشي وتطلقي بها الطمينه نتاعك. وهذه هي البنات الطمينه تاع نهار اليوم، وهذا هو التزيين تاع نهار اليوم. شفتوا هذوك الاوراق الخضر درتهم بحبوب اليقطين، يعني بانت لي خير من البيستاش. البيستاش كنت شريت وما خرج ليش شباب بزاف مقرد. ميم شريت اللوز ايفيلي، اللوز ايفيلي راه يجي مقرد، يعني نحتاجو نزوقو بهذوك الورقات نتاعه باش يجوا كي الورقات، بصح نصه مقرد، ما لقيتش هكا ورقات اللي شابين. ما خممت وقلت ندير بودر اليقطين جايين شابين، وما ما تقدوا تاكلوهم، ملاح فيهم فوائد بزاف. هذه اللي بالغوز درتها سامبل كاع بزاف، يعني فيها غير هذوك الحلوات غوز، والشمعه تاني درتها في الوسط غوز. قبل ما تحطوها فوق الطمينه هذيك الشمعه مسحوها من تحت هكا بقطنه فيها مزهر، مسحوها مليح، نقوها هكا بالخل قبل باش تقلعوا ميكروبات، وعاود بالمزهر وتحطوها فوق الطمينه وتشعليها عادي كيما هكا كيما راني شعلتها. شوفوا صراحه جاو بزاف شابين قدامكم، يعني بالك التصوير ما راش عطيهم حقهم، بصح تزيين عادي، بصح جا شباب. وانتم تاني خلوا لي رايكم لا عجبكم ولا لا. وبالنسبه لسعر العلب، خاطر على بالي بلي كاين اللي يسقسوني البنات، هاد العلبه دير 7000 7000 للوحده. وهذوك الشموع الصغار كيف يديروا 7000 للوحده، بصح انا شيت بالباطه كبيره هكا تنقام لك 5000 للوحده. باطه فيها بزاف تاع الشموع، يعني دوك نوريكم المشتريات ان شاء الله اللي شريتهم. وهذه يا غالياتي، شوفوا هنايا قصيتها معكم تشوفوا كيفاش جايه معسله، يعني ان شاء الله تكون تبان لكم في التصوير، تجي معسله حتى القلب، طريه وفي نفس الوقت فيها شويه هكا نوع من الترمال، يعني ما تجيش طريه كاع بزاف، بصح بنينه صراحه. القهوه عطاتها بنا توب. ونقولكم استناوني فيديو قادم. السلام عليكم.